لو عمرك بصيت في عين كلب هتفهم ان في حاجة ورا اللمعة دي، قوة وذكاء ولا ما بيتهزش. مشهد بسيط لكن تحس ان الكلب بيقول انا حارس وصديق وروح واقفة جنبك. قوة الكلاب، سبحان الله جسم الكلب مبني للقدرة. الكلاب مش بس قوية في العضلات، لا دي قوية في الإرادة. بعض صفاتهم ان عضلاتهم بتبقى متماسكة حتى في السلالات الصغيرة، قدرة على الجري لمسافات طويلة، أسنان مصممة للقبضة والثبات، حواس أقوى من البشر بسنين ضوئية، الشم عندهم أقوى ب40 مرة تقريبا. كلاب الحراسة لما يقف قدام بيتك بيبقى زي بوابة حية متيقظة ما بتنامش بسهولة. وفاء الكلاب، طبعا كلنا سمعنا عن الحكايات اللي ما بتخلصش عن وفاء الكلاب. وفاء الكلاب ده بس مش شعار، ده اسلوب حياة. يعرف صوتك حتى لو رجعت بعد سنين، يفرح بكامل جسمه لما يشوفك، يحميك بدون تفكير، ولو حس انك زعلان يقرب راسه منك كأنه بيحاول يصلح يومك. الكلب مش بيحبك، ده بيعتبرك قطب حياته. ومن ذكاء الكلاب عندهم عقل بيفهمك أكتر مما تتوقع. في ناس فاكرة إن الكلاب بس بتفهم في الأوامر، لكن الحقيقة أكبر من كده. دي بتحفظ كلمات، تفرق بين نبرة الغضب والفرح عندك، تتذكر الأماكن كويس جدا، بتحلل التعبيرات، وفوق ده تقدر تربط بين الأشياء. في اختبارات كتيرة أثبتت إن بعض السلالات ذكاها يقرب من طفل عمره 2.5 سنين. كلاب الحراسة أبطال يقظين دايما. في عالم الحراسة في سلالات بتتولد وعندها قلب مقاتل وعقل منظم. أشهر كلاب الحراسة القوية كانت جيرمان شيبرد، ده شجاع وذكي ومفكر. روت وايلر، ده جسمه فولاذي ولا حديد. دوبرمان، سرعة زائد مخ شغال يشتغل زي جهاز الإنذار. كونكورسو، هدوء قاتل وقوة جبارة. بيتبول، عضلات صامتة وأسرار ما بتتكسرش. كلاب الحراسة مش خطر، الخطر الوحيد هو تربيتها غلط. وعلى فكرة الكلاب شريك مش وسيلة. لما يكون عندك كلب تلاقيه يفهمك، يحميك، يعيش معاك ويموت وهو شايفك بيته. الكلاب عندها ولاء نادر، ولما تتعامل معاه باحترام وتتدرب صح بتديك علاقة شبه علاقة بين قلبين فاهمين بعض كويس جدا من غير كلام. وفي النهاية اكتبوا لي في التعليقات ايه نوع الكلب اللي بتحبوه، ولو هتختار كلب حراسة يا ترى تختار اي نوع. واكيد اذا عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك واللايك.